السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وعايزة أقول لكم بقى، أنا رحت السوق ولقيت ورق العنب مالي السوق، فقلت أجيب لي شوية بقى وأخزنهم وأفرزنهم كده وأشيلهم في الفريزر، هينفعوني طول السنة. عايزة أقول لكم ورق العنب هو اليومين بتوع التفريز ورق العنب، يعني تقدري انت تجيبيه اليومين دول وتخزنيه بقى وتشيليه في الفريزر لو انت بتحبي تشيليه. عايزه اقول لكم بقى ورق العنب دوت. بصوا، اول ما تجيبوه كده ما تغسلوش خالص، يعني ما بيتغسلش نهائي، زي ما هو انت بتشيليه وتحطيه في الفريزر، بس طبعا بتسويه وتفرديه فوق بعضه. طيب ممكن تحطيه بالعيدان بتاعته، وممكن تقصقصي العيدان بتاعته زي ما تحبي، بس اهم حاجه ان انت ما تغسلوش لان احنا بعد كده بنغسله. هنا زي ما انتم شايفين انا كنت نضفت بقى ورق العنب وشلت العيدان بتاعته وسويته وظبطته مية مية. طيب، ادي ورق العنب بتاعي. ورق العنب اللي انا جايباه ده كيلو الا ربع. طبعا انا لسه هجيب كمية تانية وافرزنها واشيلها في الفريزر. كل ما بنزل السوق بجيب شوية واعملهم، يعني بنضفهم في وسط الخضار عشان خاطر الموضوع ما يبقاش متعب عليا ومرهق. فبجيب الخضار بتاعي من السوق واقوم جايبة مثلا شوية من ورق العنب وامسكهم انضفهم في وسط الخضار اللي انا جايباه من السوق. تمام كده حبايبي. طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا هنا الاسترتش اهو، هبتدي افرده بالشكل دوت على الرخامة اهو، واخد شوية من الورق العنب اهو، وما احطهمش بقى فوق بعض، لا احاول ان انا اوزعهم بطول الاسترتش كده اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت اهو، واجي من الحرف وابتدي الفه زي السندوتش كده بالظبط واقفل عليه من الجناب. اظن الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، ولا بحطه في ميه سخنه ولا ميه مغليه ولا بعبيه في برطمانات ولا كلام من ده. كل سنه بعمله بنفس الطريقه، بيطلع معايا حلو قوي قوي وزي الفل اهو. ونبتدي نقفل عليه بالشكل ده. طب انا لو ما عنديش الاسترتش اعمل ايه؟ احطه في اكياس. هتجيبي الكياس اللي هي بتاعه اللبن دي، وتبتدي ان انت تحطي حبه فوق بعض وتدخليهم في قلب الكيس وتقومي مقفله عليه، وتحطي الكيس بفردته، يعني ورقه العنب كده تبقى مفروده، ما تبرموهاش بقى، ما تبرميش الكيس لا، تسيبي ورق العنب بتاعك مفرود جوه الكيس وتبتدي ان انت تحطيه في الفريزر. تمام كده. يبقى زي ما انتم شايفين بنفرد ورق العنب اهو ونبتدي نلفه رول زي السندوتش بالظبط كده اهو بالشكل دوت. اهم حاجه بقى لما تيجي تشيلي ورق العنب في الفريزر ما تحطيش عليه اي حاجه تقيله عشان ما يتكسرش منك، لان لو حطيتي عليه اي حاجه تقيله سواء بقى لحمه سواء خضار اي حاجه هتلاقيه هيتكسر منك، وبصي ولا كانك فرزنتي ورق عنب ولا خزنتيه، يعني هيبوظ منك. فاهم حاجه لما تيجي تشيليه في الفريزر تحافظي عليه كويس جدا، تحطيه في مكان ما تكونيش هتحطي عليه حاجه فوقيه، يعني يبقى ليه مكان مخصص كده في الفريزر، ده بتاع ورق العنب. تحطي ممكن جنبه انما فوقيه لا. اهم حاجه ان ما يتكسرش منك، لازم تحافظي عليه كويس جدا. وطبعا لما بنطلع ورق العنب من الفريزر بتغلي ميه سخنه وتبتدي تنزلي بالميه السخنه على الرول بتاع ورق العنب ده. بس كده، مفيش اسهل من كده، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. وتفرزنيه وتخزنيه بقى طول السنة، يبقى موجود عندك منين ما تحبي تاكلي ورق عنب هتطلعي من الفريزر، تطلعي لك بقى رولين او ثلاثة على حسب ما انت عايزة تعملي ورق العنب بتاعك، وتبتدي تنزلي عليهم بالمية السخنة وتعملي احلى حلة محشي ورق عنب بس. وزي ما انتم شايفين اهو، بصوا بقى عامل ازاي. وعايزة اقول لكم لما بيتلف رولات كده ما بياخدش مكان في الفريزر ابدا. تمام كده حبايبي. شايفين الورقة عاملة ازاي؟ يلا هاتوه بقى وخزنوه وفرزنوه عشان خاطر هو اليومين دول اليومين بتاع التخزين بتاع ورق العنب. تمام كده. وزي ما انتوا شايفين بقى، بصوا خلصت كل الكمية اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وطبعا زي ما انا قلت لكم في الفيديو انا لسه هجيب كمية تانية وهعملها، بس انا بجيب حبة حبة كده عشان خاطر ما يبقاش الموضوع متعب عليا. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة.
أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.